السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد من قناة ميوتك وجيت معاكم فيديو جديد. النهاردة هنحل مشكلة يعني نقول رخمة جدا جدا جدا. أنت مثلا ممكن تبقى سايب فولدر عندك في الفلاشة ترجع تاني ما تلاقوش موجود، فإحنا هنحل مع بعض المشكلة دي إن شاء الله. ومش هناخد وقت خالص. تمام. أول حاجة هنبدأ بس نخش على كلمة فيو من فوق. أنا دلوقتي على الفلاشة أهو، تمام. نبدأ نخش على كلمة فيو. بعد كده هنشوف الهيدن ايتم. لو ظهر لك حاجة فأنت ظهر لك الفولدر المخفي، في فولدر مخفي أنا خفيه باسم 11 أهو، تمام. ده فولدر مخفي. تمام. لو أنت دوست ومظهرلكش فهنبدأ نروح بقى للطريقة التانية، ودي بقى الطريقة يعني محتاج بس تركز معايا فيها شوية وهتبقى سهلة جدا جدا. هتعمل ملف تكست، تمام، وهتكتب فيه الكلام اللي أنا هقوله لك دلوقتي. تكتب فيه ATTRIB، هتعمل مسافة وتخلي بالك من المسافة ناقص S، مسافة ناقص H، مسافة سلاش S، مسافة سلاش D. بعد كده هتعمل سبيس اللي هي المسافة برضه، وهتدوس شيفت و8، تمام. هيعمل لك علامة اللي هي النجمة. بعد كده هتعمل نقطة، وبعد كده برضه شيفت 8 هيعمل لك العلامة دي. تمام تمام. بعد كده هتعمل سيف للفايل وهتقفل. بعد كده هنروح نعمل الفايل ده اد في الأرشيف، تمام. بعد كده هتخش على الملف المضغوط ده ونعدل صيغة الملف. هي مكتوبة دوت تكست، احنا هنخليها دوت بات. غيرناها. هنقفل وهنعمل استراكتير. نزلناه بالشكل ده. هندوس. بص ظهر لنا كام ملف مخفي. ظهر لي ملف 11 اللي انا كنت خافيه اهو، ده ظهر لي ملف اسمه اوتوران، وظهر لي شوية ملفات مخفية بس. ف يعني اقدر اقول لكم ان هو ده الحل، من غير برامج ومن غير اي حاجة. بس فده كان الحل في السريع جدا جدا جدا، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح ده. شكرا والسلام عليكم.